السلام عليكم خوتي خواتاتي. في هذا الفيديو الجديد غادي نحضر معكم البسبوسة المغربية الغنية عن التعريف بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. يمكن لك تحضري هذه البسبوسة. وهذا هو الشكل النهائي للبسبوسة. واش عليكم نمر مباشرة للتحضير. الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا عندي 2 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. غنضيف 100 غرام من سكر حبيبات، عصير ليمونة واحدة أو ما يسمى بالحامض، غنضيف رشة من الملح و7 غرام من نكهة الفانيليا، ونضرب المكونات جيدا بالخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق. غنضيف 150 مليلتر من الزيت النباتي، وغنضيف 150 مليلتر من الحليب بدرجة حرارة الغرفة، وغنضيف ياغورت بنكهة الفانيليا أو الفراولة بوزن 110 غرام. مرة أخرى لمدة 2 دقائق. غادي نصب الخليط في وعاء يسهل لي في استخدام باقي المكونات. 250 غرام من السميد الرقيق، غنضيف 70 غرام من الدقيق الأبيض. ننقل الدقيق والسميد، ولا نغربل الدقيق والسميد. نخلط المكونات بواسطة المضرب اليدوي. نضيف 16 غرام من خميرة الحلويات أو بيكنج باودر. وغادي نضيف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. واحد الملاحظة، الناس اللي مكتنجحش معاهم البسبوسة مزيان كيخلطوا المكونات بهذا الشكل هذا وكعاد باش كيجهزوا المول اللي غادي يطيبوا فيه البسبوسة. فهاديك الحالة غيولي السميد غادي ينزل لتحت، لأن السميد ثقيل شوية كيهبط، ومن بغيت تصب الخليط ما غاديش يتصب مزيان كما غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو هذا. انا جهزت انايا المول في الاول، عاد خلطت المكونات كما كتشوفوا معنا هنا في الصورة. الخليط كينزل بواحد الانسيابية مزيانة. حجم المول اللي كنطيب فيه البسبوسة هذه 24 سنتيمتر. وغادي ندخلو الان للفرن درجة الحرارة 180 لمدة نصف ساعة. الان غادي نجهز السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسة. غادي ناخد كأس من الماء، وغنضيف عليه 6 ملاعق من سكر حبيبات، وغادي نوضعه فوق النار. بمجرد ما يبدا في الغليان غادي نقوم بالتحريك ديالو، وغادي نتركو فوق النار على نار متوسطة او هادئة قليلا لمدة 10 دقائق. وهاديك الساعة غيكون معنا جاهز بعد ما غادي يبرد. وغادي نسقيو بيه البسبوسة ديالنا على هاد الشكل هذا. إلا كانت هذه أول مرة كتشاهدوا فيها هذا الفيديو، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
لتتوصلوا بكل جديد فضلا وليس أمرا. وهذا هو الحجم ديال البسبوسي ديالنا. كما كتشوفوا كتجي العلو ديالها مرتفع. الآن غادي نقوم بالتقطيع ديالها إلى 8 قطع. في هذه المرحلة غادي نقوم بالتزيين ديال البسبوسة بالجوز الهند وبالكاكاو، وانتم يمكن لكم تزينوه باش ما بغيتو. وبالنسبة للبسبوسة كتجي زوينة بالجوز الهند وبالكاكاو، هذه انا مجربها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسة اللي حضرت معكم. كما كتشاهدوا معنا الارتفاع ديال البسبوسة كتجي عالية، وكتجي المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف، لان الياغورت بنكهة الفانيليا او بنكهة الفراولة كيعطي واحد المذاق زوين. وهذا هو الارتفاع ديال البسبوسة اللي حضرت معكم كما شاهدتوا معنا في الفيديو. واللي ما كيقدرش يفطر بالكيك مع الصباح، يمكن لك تحضر هاد البسبوسة هذه، فهي كتكون خفيفة على المعدة وما غتقدرش تضرك. نخليكم مع النتيجة النهائية، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. إلا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك وتعليق للفيديو، ومع السلامة مع جربها معايا.